هاي. الألماس من أكبر العناصر الاقتصادية خصوصا في السوق الفاخر ومكسبه حلو قوي. شركة دي بيرز جروب هي من أكبر الشركات المنتجة للألماس في العالم، بتمتلك أو بتنتج حوالي 35% من كل الألماس اللي موجود في العالم، لكن من أكتر من 25 سنة اتورط في قضايا بإن هي بتجمع الألماس ده بطرق غير شرعية. دولة سوريا هي دولة أفريقية بتطل على المحيط الأطلنطي، مشهورة بموارد طبيعية كتيرة قوي وأشهرهم عنصر الألماس، والشعب هناك بيقدر يجمعه بسهولة عن طريق إن هو بيجمعه من الأرض أو من البحر، بيغربله من الطينة وبيكون موجود في إيديهم. لكن سنة 91 تقوم حرب أهلية ما بين الجماعات المسلحة RUF وما بين الحكومة والشعب، والتلاتة بيدبوا في بعض. لكن الجماعات المسلحة بتنجح إن هي تهجر كل الناس اللي عايشة على طول الساحل، وتستعبد الأطفال والشباب وتخليهم يجمعوا الألماس بلا عنف من البحر، وما تديهمش غير أكل وشرب ومقابل بسيط جدا. لكن التحريات تبين إن الألماس معظمه بيتباع لدول أجنبية وشركة دي بيرز جروب، ومن هنا جه مصطلح بلاد دايموند، وهي إن الألماس متجمع بطرق كلها دم وعنف. ومع ضغط المجتمع الدولي سنة 2003 بيتأسس عملية كيمبرلي. العملية دي بيتصدق فيها الألماس قبل بيعه في أي أسواق عالمية، بيتأكدوا إنه متجمع بطرق إنسانية ما فيهاش دم أو عنف. وبكده نفهم إن الاقتصاد أو المصلحة عامة مش بس السياسة ممكن تخلي الإنسان يتخلى عن إنسانيته عادي جدا. السلام عليكم.